طيب والله العظيم احسن ونستاهل اللي احنا نخرج من دور ال 32 في كاس مصر، احسن ونستاهل. باين عليا اقوم اجيب الراوتر وانزل بيه على دماغ لعيبه النادي الاهلي ادشدشه على دماغهم. ده منظر النادي الاهلي. مبدئيا اي حد هيجيب سيره المدرب في كلمه يددش عليه الراوتر مع لعيبه النادي الاهلي. المدرب لا يلام اطلاقا، معلوش اي لوم اطلاقا. طبعا خروج النادي الاهلي من دور ال 32 في كاس مصر مع لعيبه اشباه لعيبه، اللعيبه دي خساره فيهم المليون جنيه، اقسم بالله اقل واحد فيهم يديله 5000 جنيه وكده انا كرمان. ده منظر النادي الاهلي، ده منظر لعيبه النادي الاهلي. ده مش دفاع ولا دفاع ولا هجوم ولا حراسه مرمى، دول اشباه لعيبه. انا عاوز اسال سؤال بس، لعيبه النادي الاهلي اللي في المنتخب هيرجعوا هيلاقوا بطوله ايه يلعبوا في؟ خلص، طلعنا من كل البطولات. ده كاس مصر يا جدعان، مش كاس الرابطه، ده كاس مصر، اقدم بطوله مصريه. انا ولا بلوم على مدرب ولا بلوم على اي حد، انا بلوم على مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط في النادي الاهلي. ده نتيجه العبث اللي كان بيحصل من لجنه التخطيط اللي احنا كلنا كنا عاملين نفسنا مش شايفينه ولا حاسين بيه. هو عرفتوا القرف اللي احنا كنا بنناشد بيه وبنتكلم عليه؟ هو ده. احنا بنحصد اللي عملته لجنه التخطيط على مدار سنين. لجنه التخطيط اللي جابت واحد زي اشرف داري عدى ازاي من الكشف الطبي معرفش، والله العظيم ما اعرف ازاي عدى من الكشف الطبي. النهارده اصلا لما قعد لحد الدقيقه 60 استغربت ان هو ما اتصابش. لجنه التخطيط اللي رجعت لنا محمد شريف وعملته لنا مهاجم. لجنه التخطيط اللي جايبه جراديشار اللي اصلا هو ناسي لماذا تلعب كره القدم. كره القدم جراديشار مش حاطط في دماغه ازاي تلعب كره القدم. دفاع النادي الاهلي زفت. حارس مرمى النادي الاهلي فيها، صدق او لا تصدق، الحارس الثالث للنادي الاهلي. يعني لو الشناوي كان مثلا واخد تراكم انذارات في بطوله عالميه دوري ابطال افريقيا مش هيلعب، ومصطفى شوبير مصاب، مسيحه ده المفروض ان هو يقف. والله العظيم ده ضحك. لجنه التخطيط وده اللي عملته لجنه التخطيط. ده منظر النادي الاهلي اللي عملته لجنه التخطيط واللعيبه اللي بتجيبها اللي اصلا كلها لا تفقه شيء عن كره القدم. عارفين نكسب فرقه درجه ثانيه، حد يطلع يقول انتوا متعصبين ليه؟ عشان ده عمره ولا كان ولا هيكون منظر النادي الاهلي. النهارده المباراه بتاعت مصريه للاتصالات دي كشفت كل لعيبه النادي الاهلي ان في لعيبه لا تصلح ان هي ترتدي تيشيرت النادي الاهلي. استنى بقى فكك، مش هقعد افكر، اصل دول بيحفلوا عليا، ما حقهم يحفلوا عليك يا حبيب قلبي. لما تكون النادي الاهلي مش عارف تكسب فرقه درجه ثانيه حقهم يلقحوا عليك، يتكلموا عليك. ده انت فضحتنا. لعيبه مش عارفه تكسب فرقه درجه ثانيه، احنا اللي متقدمين بالهدف، عارفين نجيب هدف ثاني وثالث دي فرقه درجه ثانيه، عارف تحافظ على الهدف، اخد ليها على عينك. اقول لك اصل المشكله ان احنا اللعيبه بتاعتنا كلها في المنتخب. منتخب ايه وزفت ايه؟ سكواد فرقه يعني المفروض الفرقه الثانيه الدكه كلها بالكامل متكامل، ما عليهاش لاعب يصلح ان هو ينزل يصنع الفارق. انتوا عرتونا، انتوا فضحتونا، اقسم بالله انا قرفانه منكم. انتوا اشباه لعيب، انتوا مش تعرفوش قيمه التيشيرت اللي انتوا لابسين. لا عتاب على مدرب يعني دي القماشه اللي عندك هو جاي عليه، عيب على اللي جايبين لنا اشباه اللعيبه دي ومكملين فيها، مكملين ما شاء الله. دول بيعرضوا عليها مين اللي يجدد الاول. اقسم بالله اللعيبه دي اصلا لا تصلح تقعد لحد بكره في النادي. المباراه بتاعت النهارده دي فضحت كل واحد كان بيلعب النهارده في النادي الاهلي. هي دي المباراه اللي احنا بنفضل نقول اصل دولت لعيب عاله وده لعيب عاله، وهي دي المباراه اللي بتصنع لعيبه كبيره وبتخلي اللعيبه ولا حاجه. انتوا النهارده كلكم ولا حاجه، وكل واحد النهارده كان موجود في الملعب اقسم بالله لازم يتحاسب، عشان انتوا لعيبه ما عندهاش دم، لعيبه ولا واحد فيكم